نقاش مفتوحه. نعم، نظن أنا فقط فيما يخص التعقيب فيما قاله الشيخ زكري، نظن أن لما تتحدث على تحت اللاعبين كون جو بارلي دي جوار ديسبونيبل، يعني اللاعبين اللي راهم في المستوى. شيخ مانيش نقول لك انا لوصيف تاع 2021 ولا 2022 اللي كان ما يلعبش كاع في اونجيل ولا مباراه، هو لوصيف اللي دا كاس افريقيا مع اتحاد العاصمه. تغير شيء. زين الدين بالعيد كذلك il a beaucoup avancé. توغاي كذلك il a beaucoup avancé. نتحدثوا كذلك على لاعبين اخرين. نعطيك عوار، علاش جا عوار درك؟ علاش جا ايتنوري درك؟ علاش جا حجام بوعناني؟ كانت اراده لتدعيم هذا المنتخب. قال لك مرت 15 شهر. راني جاي من 15 شهر دوك نقول له منذ 15 شهر يا استاذ زكري، انا احب لغه الارقام. لعبنا 10 مباريات 10 مباريات كاميرا مؤمن 8 كمال 8 منها فزنا بها، تعادل واحد وانهزام امام السويد في مباراه وديه. لا يعني خسرنا فيها وشفنا كيفاش فيها اسباب. بن سبعيني راح بالحمراء، خلينا هذيك اسباب تقنيه. لما تتحدث على 15 شهر، الم يقم باول ثوره في جوان 2022 باستدعاء كل من زدادكا لاعبين اخرين ليريس وعده مجموعه كوكب من اللاعبين ما همش كانوا قادرين يقعدوا يثبتوا في المنتخب، ما جابوش بلايصهم بارابور كي بارابور عوار ايتنوري بارابور البوعناني. حنا 15 شهر. كيفاش انت تقيم استاذ زكري؟ تفضل. بتجريب اكثر من ماشي تجريب، بتدوير اكثر من 50 لاعب والنتائج. سؤال واضح مؤمن، سؤال واضح. تفضل سيد نور الدين. دي ماتش 5 فيكتوار. جيد انا السؤال، واعطيت لكم مثال بالمنتخبات اللي وصلت للقمه. احنا من المفترض اننا وصلنا في القمه في 2019، من المفترض نحافظ على ذيك القمه. صحيت. احنا ما خذناش، انا قاعد نقول لك الطريق الصحيح ما خذيناش، ومده 15 شهر. هل في 15 شهر هذه ما بنا حتى جوار يقدر يعوض اللاعب بن طالب مثلا، يقدر يعوض اللاعب فيديولا؟ علاش ما عوضناش؟ وعلاش استمرينا بنفس اللاعبين مع تغيير بعض المراكز، هذا يروح يمين وهذا يروح شمال. دبنا المنتخب هذا. اظن ان درك تفوز لانك عندك لاعبين افضل ولاعبين يلعبوا في منتخبات كبيره، وتفوز على منتخبات شبه منتخبات، يعني مثل المنتخب، مع احترامي مع المنتخب بتاع البارح ماهوش منتخب. لكن قلنا المنتخبات الافريقيه، اسمعني سي نور الدين، اسمعني مؤمن، قلنا المنتخبات الافريقيه طورت. شاهدنا منتخب مغربي انهزم. نعم. شاهدنا منتخبات السنغال يتعادل في بطل افريقيا. بنين. شوف اين هنا المفارقه؟ تفضل. في 15 شهر مازال ما لقيناش واش هي التشكيله الرسميه لهذا الفريق. راح نلقاوها في 6 شهور اللي قعدت لنا على التظاهرات كاس افريقيا. تذكروا كلامي جيدا. 15 شهر ما لقيناش، راح نلقاوها في 6 شهور. جيد. حسب الامر. هناك نوعين من البرامج في التدريب. هناك مدرب مكون يكون لك فريق، وهناك مدرب نتائج. المدرب النتائج كيجي يلقى مجموعه معينه موجوده، يخلق فيها نوع من التنافس، يغرس فيها يغرس فيها روح، يجعل فيها ويكون هناك الجميع على قلب واحد. هذا ما حصل في 2019، لكن من 2019 الى يومنا هذا نحن بحاجه الى تكوين فريق. هل هذا الناخب يستطيع تكوين فريق؟ 15 شهر لم نشاهد فريق باستطاعته وش الفوز على اوغندا. لازم يكون عندنا فريق يروح لكاس العالم الجايه ويقدر يجيب هذا هو